واحد يوم جاي يموت وصى ولده، قال له يا ولدي شف، لو تجي اختك قرنها في يدها ضاربها زوجها لا تقطع العلاقة مع الزوج، ترى اختك بتعود تميل. عالج الأمور بحكمة، ولا تخلي اختك تذل ولا تهان، لكن لا تنقد في نسيبك. جميل. ترى الأمور بتصلح. المهم بعد مدة جت اخته، الأولين يضربون ضرب أعوذ بالله حرام، جت اخته مضروبة. يوم جت رحب بها، قال ابشري ابشري يا مفلس، ابشري انت عين الاسفراش، جفن الاسفراش جفن السلحاف، الله انت في عيني. ويعقب الرجال ولا عاد ولا يحس يرضيها. المهم رضيت واطمأنت. جاء زوجها قال له يبي الرجعة، قال رح ولعل الله يصلح الأمور وأنا اللي أجيبها لك، رح بس ما أنت تبي الصلح. جلس له مدة وقال ترى عندي ذا الليل ضيوف، الأولين بدو ولا عندهم كهرب ولا عندهم شيء والليل ظلام، يلا ويذبح لتيس، قال يلا اطبخوه بيجون الضيوف بعد العشاء. المهم يوم اطبخوه وجهزته اخته وهي امرته، ولين خيمة الرجال بعيد، بيت الرجال بعيد عن بيت النساء، وحاط له جداد ويضرب فيه. يا الحمار أنا معطيك أختي ومكرمك وبعدين تجي تضربها، أقطع وقت أنزله فارسني، ويضرب في ذا في الجسم في ذا الشداد. ويوم أنه يروح للحريم سنه زعلان بالظلام، قال جاي زوجة بعد سله وجه، والله أني ضربته والله ما أدري هو حيا ولا يموت، تراه راح العريس ذاك ونام فيه، وأنا دحين صدري ضايت ويمكن ما عاد من الله جايين صيف هذا العزيمة، أبى أروح لآل فلان أسمر عندهم، أنا زعلان ما عاد منيش، وأنا ضربت الرجال وخايف إنه يموت، خايف إنه يموت على العريس. قامت المرأة وخذت لها ذيك الحماه والعشاء ولبست بشاتها وراحت له، وهو نفسه راح ونام على العرس نفسه. يوم عود يوم جته في الظلام وتقوم تلمسه، قم أنا ماني بزعلان، أنا به يطقك يبي عيالك يتمون، الله يتم عيالك، تقوم تدعي على أخوها الله يتم عيالنا، أنا ماني ببغضك. وتبكي مسكينة زوجها وتبكي ويخليها أخوه. يوم صفت اللي عندها قم أخوها وقلب البشت، قال مسا صلى الله بالخير بالدنيا فلان تبشنت، قام الرجال وتعشى من